بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ينفعش يجي رمضان من غير ما ناكل الترش المشكل الجميل بتاعنا. طبعا هو فاضل حوالي مثلا 10 أيام على رمضان، لا هناكله في 5 أيام بس. هيتخلل معانا في 5 أيام إزاي؟ تعالوا نعرف هنا هنعمل إيه مع بعض، وكل سنة وانتوا طيبين. معايا هنا جزر، ومعايا خيار، ومعايا لفت، ومعايا بصل، ومعايا ليمون قضاليا. الليمون القضاليا ده انا خدته غلوة بس على النار وهو سليم، بعد كده قطعته. والبصل زي ما احنا عارفين بنغلي مية ونطفي النار ونحط فيها البصل بقشره، بعد ما يبرد خالص بنقشره زي ما انتوا شايفين كده. دي افضل طريقة لسلق البصل. خلاص، دي الحاجات اللي معانا، وفلفل متقطع. تعالوا بقى نشوف هنعمل الكلام ده كله ازاي. هنقطع الترشي هنا تقطيعة تخينة شوية، لان المحلول بتاعنا هنا في الوصفة دي بيبقى مركز شوية، فانا مش عايزاه يتهري، مش عايزة الخضار بتاعنا يتهري. تخني بس الخضار شوية معاكي وانتي بتقطعي، عشان يطلع مقرمش وحلو لحد اخر واحدة انتي بتاكليها بالهنا والشفا. خلاص كده زي ما احنا شايفين التقطيعة اللي انا بوريها لكم دي. بس كده. عايزاكم بقى كمان يعني تتوصوا شوية بتقطيعة الخيار. الخيار بصوا انا مقطعاه تخين ازاي، سميك ازاي، عشان الخيار بالذات ما بيستحملش التخليل قوي وبياخد مدة قصيرة، فيعني تخنيه شوية عشان يتحمل معاكي المحلول اللي هنعمله دلوقتي. بس كده. وادي كل حاجتنا جاهزة معانا. هحط بقى هنا حوالي ربع كيلو من هريسة الفلفل، فلفل احمر حامي مفروم بس. خلاص كده. ومعايا هنا حبة البركة، بحط منها حوالي 3 معالق صغيرين. دي معلقة شاي مش معلقة كبيرة. ما بكترهاش عشان ما تسودش المخلل، هي بس مجرد انها بتدي ريحة. بقلب كل الكلام ده مع بعضه. شايفين شكله جميل ازاي؟ تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد الخطوة الجميلة دي. هنعمل احلى محلول للترشي. الفلفلايه القمر دي هنعمل فيها ايه؟ هنضربها في الخلاط بكوبايه واحده بس من الميه، لحد اما يعني تتفرم خالص وتبقى سائل كده زي ما انتوا شايفين. كوبايه واحده بس من الميه. وبعدها تاني، ما بحطش غير كوبايه الميه دي بس. هنا معايا كوبايه صغيره من الخل، كوبايه صغيره من الخل. ومعايا هنا كوباية كبيرة من عصير الليمون، برضو الليمون القضاليا انا عصراه واستعملته هنا. خلاص، يبقى كوباية ليمون، كوباية صغيرة من الخل، والكوباية المية اللي فرمنا فيها الفلفلاية في الخلاط. بعد كده واخر حاجة بحطها هي كوباية من الزيت. بس كده، ادي السوائل اللي هتتحط على المخلل الجبار بتاعنا. هتشوفوا بقى هنعمل ايه في الطريقة القمر دي، وازاي هتطلع لكم نتيجة جميلة جدا. يعني حاجة كده يعني ولا الجاهز، واحلى كمان. الملح بيتحط هنا بالتقريب. دوقي وشوفي الحدق بتاعك على اساس، يعني دي في ناس بتحبه حادق شوية كده يعني، بس حطي ملح مظبوط بالتقريب كده. افضلي قلبي ودوقي لحد ما تظبطي الدنيا. هنا بقى هقلب كل الكلام ده تقليبه كويسه، واصبر كده لحد الملح بتاعي ما يدوب، لان هنا المحلول اللي عندي مش كتير وما فيهوش كميه سوائل كتير. خلاص، بدوب كويس الملح معايا كده زي ما انتوا شايفين. بس كده. وبعدين ببتدي املى بقى البطرمانات بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. وزي ما احنا متفقين ان احنا بنكبس البطرمان، نكبسه كويس، ما تخليش بطرمان المخلل مهوي. اي مخلل بتعمليه تكبسي البطرمان بتاعه كويس جدا عشان يطلع حلو. خلاص. وحطي بقى ورقتين لورا على الوش كده يدوا ريحة. عايزة تحطي جوزة الطيب ماشي، اي حاجة حابة تحطيها حطيها. خلاص. هنا بقى ببتدي اوزع المحلول على حسب كمية الترشي اللي في كل بطرمان. يعني طبعا الكمية الأكتر راحت للبطرمان الكبير، والكمية الصغيرة راحت للبطرمان الصغير. قسميها كده بالتساوي. خلاص. هنا وزعنا المحلول بتاعنا زي الفل. طيب وبعدين هنا ما كملش البطرمان، ما تخافيش. بعد يومين بالظبط
هينزل ميه وهيملى البطرمان على الاخر كمان. هتشوفي دلوقتي معايا بعد يومين المخلل وصل لايه. الخطوة اللي جاية هوريها لك. شايفين ده كده بعد ما قعد يومين المية ملت البطرمان والخضار نزل ميته. فين اللايكات الحلوة بقى؟ وكل سنة وانتوا طيبين، وتدعولي بظهر الغيب على الوصفة الجميلة دي. اقلبي بقى البطرمانات وجهزيها كده، وتحياتي ليكم.